زهقتِ من أكل المطاعم الغالي وعايزة تاكلي أحلى فراخ تِكّة بأقل تكلفة؟ النهارده هاشارككم سر الخلطة اللي بتخلّي الفراخ دايبة ومستوية زي الزبدة، ومعاها طريقة عمل الرز المبهر اللي ريحته بتجيب لآخر الشارع، وطبعًا مش هننسى صوص الدقوس الحار اللي بيكمّل اللوحة الفنية دي. أكلة كاملة متكاملة وسهلة وسريعة، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. تعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان تعرفوا التكات اللي بتفرق في الطعم. يلا بينا مع بعض. جبت دبابيس فراخ وتقدري تجيبي فراخ كاملة، مفيش مشكلة خالص. مسكتها كده بالسكينة، خرمتها بالطريقة ديت، بس الأول نقعتها في مية وملح وليمون ودعكتها كويس جدا وشطفتها كذا مرة تحت الحنفية. وبعد كده بعد ما خرمتها بالطريقة دي هنعمل لها مع بعض بقى تتبيلة خرافة هتطلع طعمها في منتهى الروعة. جبنا الخلاط، هنزل بعلبة زبادي وهنزل عليهم بربع كوباية ليمون وهنزل عليهم بمعلقتين صلصة أو معجون الطماطم، بيفرق في الطعم واللون، ومعايا 4 5 فصوص توم مفروم، وهنزل عليهم باتنين طماطم كده مقطعاهم مكعبات. ويلا ننزل بالتوابل الخطيرة. معانا معلقة ملح، ومعانا معلقة كمون، ومعايا نص معلقة فلفل اسود، ومعايا نص معلقة بهارات فراخ، ونص معلقة جنزبيل، ونص معلقة كاري، ونص معلقة زعتر، ومعلقة بابريكا كبيرة، ومعايا معلقة كزبرة ناشفة، معايا رشة قرفة. يلا بينا ننزل بالجمال والعظمة ده. معايا ربع كوباية مية، ومعايا بصلة كبيرة مقطعاها مكعبات، ومعايا دلوقتي معلقة عسل أبيض بتفرق في الطعم جدا يا جماعة، انزل بيها كده. ومعايا دلوقتي معلقة صويا صوص ومعلقة دبس رمان، الحاجات دي خطيرة في التتبيلة دي. ومعايا دلوقتي 3 معالق زيت يكون نضيف يا جماعة، هنزل بيهم. معايا معلقة خل كبيرة، وهنبتدي نضرب كل المكونات دي كويس جدا. جبنا الدبابيس ورصيناها في الصينية بالطريقة دي، وننزل عليها بالتتبيلة الخطيرة اللي احنا عاملينها مع بعض. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي، ولونها في منتهى الجمال، وريحتها وطعمها هيطلع معاكي في منتهى الروعة. اعملي بقى كده تدليك لكل كده الدبابيس دي مع بعض، ودخلي كل الخلطة تحت الجلد، هيديكي طعم في منتهى الروعة ولون خطير. شايفين يا جماعة بدخل ازاي تحت الجلد كده. خلاص غطينا كل الدبابيس التتبيلة الخطيرة دي. هندخلها بقى التلاجة ونسيبها على الأقل ساعة ساعة ونص، وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة عالية كده، هتقعد معانا بالظبط بتاع ساعة ساعة ونص، وهتطلعي أحلى فراخ تكة هتاكليها في حياتك. بس بعد كده هتشغلي الشواية كده تاخد معاكي لون خطير وتديكي الطعم وريحة تجيب لآخر الشارع، وهتاكلي أحلى فراخ تكة في حياتك. شايفين يا جماعة ما شاء الله شكلها بيتكلم عن نفسه، حاجة وريحة وخطيرة وصوص تحتها في منتهى الروعة. شايفين يا جماعة التسوية عاملة ازاي، ولا حطينا ألوان صناعية ولا لون أحمر ولا حاجة خالص، طالعة لوحدها. شايفين مشوية زي البلحة، حاجة في منتهى الروعة، تاكلي أحلى فراخ تكة في حياتك. جبت حلة وفيها مية كده بالطريقة دي، وجبت بقى دلوقتي معانا طماطم، ولازم تكون جامدة وتشيلي القطعة اللي ورا دي، وتبدأي تعملي علامة زائد كده فيها، تمسكيها بعد ما تتسلق كده تقشريها، حاجة جميلة وخطيرة في منتهى الروعة. نبتدي ننزل كده في المية اهي بالطريقة دي، علامة زائد، وشايلين القطعة اللي ورا، ودي خطوة مهمة يا جماعة اهي. تلاقيها بقى جامدة كده وحمرا عشان تديكي نتيجة في منتهى الجمال. 5 قطيات بس، هتطلعي طبق كبير كده هتاكلوه جنب الفراخ دي خطيرة. يلا بينا دلوقتي هسيبها على البوتاجاز 7 دقايق بالظبط. 3 دقايق كده المية تغلي، و4 دقايق بعد ما تغلي تطلعيها ماسكة نفسها كده وجميلة، ما تخليهاش تتهري معاكي ولا تستوي جامد. شايفين يا جماعة ماسكة نفسها وخطيرة ازاي. تبدأي كده تقشري واحدة واحدة، سهلة جدا ازاي، في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، وفي نفس الوقت القطاية مش مهرية في ايدك. الخطوة دي مهمة جدا. شايفين شكلها، هنقشرها بقى كلها بالطريقة دي، وهننزل بيها بشفشق الخلاط. سهلة يا جماعة ازاي، أي حاجة ممكن تعمليها. لو عملتي بيها صوص مكرونة خطيرة بالطريقة دي هتقشريها. شايفين سهلة جدا. يلا بينا دلوقتي هننزل بيها كلها كده في شفشق الخلاط. شايفين شكلها عامل ازاي. يلا بينا ننزل بالتوابل. معانا نص معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، نص معلقة بابريكا. هننزل بالجمال والعظمة ده. ومعانا كمان 3 معالق زيت تكون نوعية كويسة، ومعانا فلفل كده تقدري تحطي حامي، ومعانا دلوقتي فصين توم، ومعانا دلوقتي ربطة كزبرة غسلتها وقطعتها بالطريقة دي. يلا نطحن الجمال والعظمة دي، وخلاص كده معانا خلصت. شايفين سهلة ازاي.
يلا ننزل بقى بسلطة الدقوس الخطيرة دي. شايفين يا جماعة ريحتها وطعمها روعة، اعمليها جنب المشويات خطيرة. وكده نكون عملنا أحلى سلطة دقوس هتاكليها في حياتك. جبنا حلة ورفعناها على النار، ونزلت فيها بمعلقة سمنة كبيرة وعليهم معلقتين زيت، تكون نوعية كويسة يا جماعة عشان يديكي نتيجة في منتهى الجمال. وأول ما يسخنوا معانا تبدأي تنزلي ببصلة كده كبيرة مقطعاها مكعبات بالطريقة دي، تبدأي تشوحي فيها لحد ما تدبل معاكي خالص ويبقى لونها شفاف خالص. ودي خطوة مهمة يا جماعة، لحد ما تدبل معانا ولونها يبقى شفاف بالطريقة دي. يلا ننزل بجزرية مبشورة، هيديكي طعم وتسكيرة جميلة جدا. ننزل كده بفصين توم، تبدأي تشوحي الجمال والعظمة ده لحد ما يدبل معانا وكله يشرب من طعم بعض. خطيرة وسهلة، وهتعملي أحلى رز مبهر. مقادير بسيطة جدا موجودة في البيت، بدل ما تشتريه من بره اعمليه. دلوقتي بعد ما شوحناهم بالشكل ده، يلا ننزل بالتوابل. معايا معلقة ملح، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، نص معلقة كركم، نص معلقة كاري، معلقة بابريكا، رشة قرنفل، نص معلقة قرفة. وهننزل بالجمال والعظمة ده ونبتدي نشوح فيه. الريحة خطيرة وجايبة أهل الشارع. شوحيه كده بالطريقه دي، هتطلعي احلى شويه رز مبهر هتاكليهم في الدنيا. بعد ما شوحنا كده البصلايه مع الثوم مع التوابل الخطيره دي والجزرايه، الريحه في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي معانا كوبايتين رز بسمتي، غسلاهم كويس ونقعاهم. نقعتهم بصراحه يا جماعه 10 دقايق بالظبط، وصفيتهم من الميه وابتدي انزل بيهم كده. وتبتدي تشوحي بقى الرز مع الاطعمه اللي احنا حاطينها دي، الكركم والكاري والجمال والعظمه ده والتوابل. شايفين لونه عامل ازاي؟ خطير يا جماعه وفي منتهى الجمال. عاوزه تحطي بودره زعفران براحتك. شايفين يا جماعه بقى؟ هننزل بالميه المغليه كده، لازم تغطي الرز. احنا عارفين ان الرز البسمتي بياخد ميه اكتر شويه من الرز المصري، دي خطوه مهمه يا جماعه. شايفين؟ هنقلبه كده تقليبه كده اهوت، وهنسيبه على النار. هيقعد معانا قد ايه؟ ربع ساعه. غطيه كده، اول ما يبتدي يغلي توطي عليه وهتسيبيه ربع ساعه بالظبط. هتطلعي احلى شويه رز هتاكليهم في الدنيا. كده نكون خلصنا احلى شويه رز مبهر هتاكليهم في الدنيا. مقادير بسيطه جدا، توابل خفيفه، حاجه في منتهى الروعه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ نازله كده الحبايه انطريها في الارض ولميها تاني، حاجه في منتهى الجمال. تاكلي احلى شويه رز. عندك شويه زبيب رشيهم، عندك شويه مكسرات حطيهم، وتاكليه بالهنا والشفا. شايفين شكله؟ وبكده نكون عملنا احلى شويه رز مبهر هتاكليهم في الدنيا. يلا بينا نرص الصينيه مع بعض وتكون جاهزه للتقديم، وتاكلوا بالهنا والشفا. حاجه خطيره وفي منتهى الروعه. قدميها كده تشرفك لضيوفك، او على سفرتك. تقدري تعمليها زي ما اتفقنا بالفراخ كامله او بالدبابيس زي ما انا عاملاها كده. شايفين لونها يا جماعه وريحتها في منتهى الجمال. والصوص اللي تحتها ده اوعوا ترموه، انتوا ممكن تحطوا له كده شويه ميه وتسخنيه وتقدميه برده جميل. حاجه جميله ازاي؟ شايفين المنظر بيتكلم عن نفسه ازاي؟ بعد ما رصينا الصينيه كده هتاكلي احلى فراخ تكه، واحلى شويه رز، واحلى صوص دقوس. حاجه كده خيال يا جماعه. يلا ندوق كده الجمال والعظمه دي. شايفين؟ بتاخدي معلقه من ده على ده وتاكليه، خيال، حاجه تجنن. شايفين يا جماعه الفراخ عامله ازاي؟ دايبه. شايفين مستويه وعامله ازاي؟ حاجة جميلة جدًا. وطعمها بقى لمّا تحطيها كده، تحطي القطعة في صوص الدقوس وتاكليها، يا سلام! عظمة، خيال بقى، وانسي نفسِك وأنتِ بتاكليها. وبكده نكون خلصنا وجبتنا العظمة النهارده، فراخ تكة مشوية مع رز مبهر يفتح النفس، وصوص دقوس يضبط المزاج. جربوا الطريقة دي ومستنية رأيكم في الكومنتات. وأكيد لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان بتفرق معايا جدًا، وبيخلّيني أقدر أقدّم لكم وصفات تانية كتير، وعشان يوصل لكم كل جديد من وصفات المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة. وبالهنا والشفا على قلوبكم، واستنوني في فيديو جديد. سلام عليكم.